السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة بعنوان ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما يتغير، لأيام فيها راحة البال، لأن كنا ساعتها عيال. الحكمة دي قالها الدكتور العالمي محمد فؤاد. النهارده انا جايب لكم افلام ترجعكم لسنين لزمان، ل 15 20 سنه لورا، افلام الطفوله من الاخر. فدي بقى شويه افلام كده انيميشن شفناها في الطفوله من ساعه ما اتولدنا ومن قبل ما نتولد. الفيديو ده انا بحبه قوي قوي اللي انا هعمله دلوقتي ده، والله الافلام دي انا بحبها جدا جدا جدا، واكيد انت يا مشاهد بتحب الافلام دي قوي. مبسوط 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 انا بعمل الحلقه دي، صدق. نيجي للفيلم رقم 1 وهو فيلم تشيكن ليتل او فروج القله. الفيلم ده نزل سنه 2005 وكان مكسر الدنيا. الفيلم ده كان احسن ميزه فيه هي الاغاني بتاعته اللي كانت حزينه جدا وكانت هاديه جدا، وكانت بتخليك اصلا عايش في الجو بتاع الفيلم ده بطريقه رهيبه. الفيلم ده كان بيحكي عن قصه الفرخه الصغيره دي او الكتكوت الصغير، وبعد كده كبر. كان فاشل في كل حاجه في حياته ومحدش بيحبه غير كام واحد من صحابه. كان مصاحب خنزير، كان مصاحب بطه سودا، وكان مصاحب سمكه. ايه الصحاب الغريبه دي؟ ففي يوم من الايام اكتشف جزء من سفينه فضائيه وهو ما كانش يعرف دي ايه، فلقاها ان هي بتنور وبتتحرك وبتختفي في الاوضه وبتعمل حاجات غريبه، فركب فيها هو واصحابه دي وطلعتهم لسفينه في الفضاء تبع الفضائيين. طبعا الفضائيين جم غزوا الارض بقى وحصل مشاكل كبيره جدا جدا، وهو كان الوحيد اللي عارف الحل، وهو كان الوحيد بعد الفشل والخذلان اللي قابله في حياته طول الفيلم اللي كان هينقذ كوكب الارض، وبالفعل انقذ كوكب الارض. تحيه كبيره لفروج القله. نيجي الفيلم رقم 2 وهو كلاودي وذا تشانس اوف ميت بول. سيبك انت من الاسم اللي انا قلته دلوقتي ده، خليه الواد اللي بيعمل مكنه بتنزل اكل. طبعا الفيلم ده بيكون من جزئين، وبطل الفيلم ده جماعه عمل اختراعات كتيره جدا زمان وهو صغير، زي مثلا عمل رش كده بدل الشوز اللي انت تلبسها في رجلك تبقى ترش كأن ده شوز جديد، وعمل برضو اقلام، وعمل جهاز يخلي الحيوانات تتكلم بالاحساس، يعني الحيوان يبقى حاسس بحاجه فالصوت يطلع من الجهاز يقول لك انا بقول كذا كذا. طبعا البلد بتاعه الولد دوت كانت كلها بتشتهر بصياده السلمون، كانوا كلهم عايشين على الاكل بتاع السلمون ده بس. فالولد ده اخترع جهاز عشان يعمل له وجبات في البيت كده ويحاول يغير مجرى البلد. فالجهاز ده يوم الافتتاح بتاعه في المعرض فرقع. سبب الفرقعه ان هو كان عايز طاقه اكتر من الطاقه بتاعه البيت، فهو خده بره عشان يحطه على طاقه كهربائيه اكبر، لكن الجهاز ما استحملش ففرقع فطار في السماء. بعد ما طار في السماء الجهاز ده لقوه بينزل اكل لوحده، برجر، باستا، اي حاجه. فمن ساعتها قرر الشاب ده ان هو يعمل جهاز يتحكم فيه ويتواصل فيه مع الجهاز ده ويختار الاكل المناسب للشخصيات اللي هم عايزين الاكل ده بالظبط. طبعا بقى الجهاز ده فرقع وخلى البلد كلها اكل، والاكل بقى اكل متوحش والبلد خربت. الجزء الثاني من الفيلم ده كان عن شركه لايف كور اللي كان ماسكها شيستر، اللي هو كان اصلا طموح الشاب ده ان هو يبقى زي الراجل ده. فطبعا بعد الشاب ده هو واصدقائه ان هم يروحوا البلد بتاعتهم من تاني، فلقوا البلد في منتهى الجمال، لقوا الاكل كله متحرك زي الحيوانات بالظبط. هو كان حابب بقى يعرف الحل للمشكله دي ويرجع الطبيعه زي ما كان. الفيلم ده يا جماعه واخد قلبي وحياه ربنا. نيجي للفيلم رقم 3 وهو فيلم اب. الفيلم ده احب اقول لك عنه سيبك من الاجنبي وخليك في المدبلج عربي، لان حتى الاسامي مش هتعرف تنطقها بالاجنبي. بيحكي عن 2 متجوزين فكان كل حلمهم ان هم يروحوا يقضوا اجازتهم في امريكا الجنوبيه على قمه جبال وشلالات في البحر. فطبعا مراته ماتت وهو بقى عنده 83 سنه، فحب سيد فريد زين ان هو يسافر البلد دي بس ما كانش معاه فلوس التذاكر، فقرر ان هو يجيب بلالين من الهيليوم ويربطها في البيت من فوق ويطير لحد الجبال دي. وبالفعل طار لحد الجبال دي، فلقى ولد معاه. الولد ده قضى معاه طول المغامره طول الفيلم، وقابله اعداء كتير هناك وناس كتير هناك وجيش من الكلاب. وكان فيلم ممتع، فيه حزن، فيه دراما، فيه رومانسيه، فيه تشويق، فيه مغامره، فيه اثاره، فيه كل حاجه بجد تتمناها. فيلم اب خد جوائز كتيره جدا جدا جدا، واكتر من كده واخد قلبي. نيجي للفيلم رقم 4 فيلم شريك. فيلم شريك دوت بيتكون من 3 أو 4 اجزاء بالظبط، نزل سنه 2001، كان عندي تقريبا سنه او سنتين. الفيلم ده بيتكلم عن غول اخضر اسمه شريك، كان نايم في المستنقعات فصحي من النوم لقى جنبه اشكال سحريه ولقى جنبه كائنات سحريه. طبعا راحوا لمكان فيه امير ومكان فيه اميره. الاميره كان اسمها فيونا لكن اتخطفت من تنين وقبيله شريره. فالامير طلب من شريك دوت ان هو يجيب له الاميره دي وينقذها له من بيت التنين. فطبعا راح انقذ الاميره دي من بيت التنين، والاميره دي كانت هي فيونا اللي هي اتجوزها بعد كده وتحولت لشكله بعد ما كانت اميره جميله جدا جدا. طبعا مع التعويذات ومع بعض الاجزاء ان هم عايزين يرجعوا الاميره زي ما كانت، وبعد المشاكل اللي قابلت شريك في حياته من ناحيه الملوك بقى ومن ناحيه الامراء، لكن ما زال شريك وفيونا حبايب مع بعض.
فيلم شريك من افضل الافلام اللي انا كنت بحبها في الطفوله جدا. نيجي للفيلم رقم 5 كونغ فو باندا. كونغ فو باندا ده يا جماعه نزل في سنه 2008، كان عندي 8 سنين ساعتها. الفيلم ده كان من الافلام اللي مكسره الدنيا في عالم الانيميشن. كان بيتكلم عن الباندا اللي انتوا شايفينه في الصوره ده، اللي هو كان شغال طباخ نودلز مع ابوه الوزه. طبعا ده مش ابوه، هو كان متبنيه. الباندا ده كان كل طموح ان هو يبقى لاعب كونغ فو زي الابطال الخارقين الخمسه اللي هم النمر والتعبان والقرد والوزه او البطه مش متابع. فقدم في مسابقه محارب التنين اللي هم بيقابلوا بعض فيها، واللي بيكسب بيبقى اسمه محارب التنين، ويبقى هو احسن واحد كونغ فو في المكان كله، حتى اكتر من المحاربين الخمسه. فطبعا هو كسب بالصدفه لما نزل قدام المعلم الكبير بتاع الكونغ فو، فاختار ان هو ده يبقى محارب التنين. فتدرب تحت ايد المعلم شيفو اللي هو الفار، وكانوا بيجهزوه عشان يقابل العدو اللدود تايلون. طبعا الفيلم ده بيتكون من 3 اجزاء، كل جزء فيه قصه مختلفه، لكن الجزء الاولاني هو اكتر جزء عشنا معاه افضل لحظات الطفوله. نيجي الفيلم رقم 6 ايس ايدج. فيلم ايس ايدج ده بيتكون من 3 اجزاء، نزل اول جزء فيه سنه 2002، عباره عن مجموعه من الحيوانات الكتير كانوا خلاص هينقرضوا من كتر البرد، فقرروا ان هم يدوروا على منطقه دافئه في القطب الجنوبي. فوهم في الطريق بتاعهم كان في مجموعه من البشر كانوا بيقابلوهم نمور، فالنمور دي كانت بتعتدي عليهم. فكان في طفل مع امه، وقعوا هما الاثنين في النهر. الام غرقت وماتت، لكن الطفل راح عند الماموس اللي هو الفيل، فخدوه هو حيوان الكسلان يربوه طول الطريق وطول الرحله، وتصاحبوا على نمر من ضمن النمور دي. فضلوا طول السلسله الثلاثه يقابلوا في مخاطر ويقابلوا في صعاب ومواقف صعبه جدا يتعرضوا ليها، لكن كانوا بيخرجوا منها في الاخر. طبعا الفيلم ده فيه سنجاب كده على الله حكايته، مالناش دعوه بيه. طول الفيلم بيدور على الاكل بتاعه، وهو قص الخراب في كل حاجه بتحصل. نيجي للفيلم رقم 7 وهو هابي فيت. فيلم هابي فيت ده هو فيلم نزل سنه 2006، وهو فيلم غنائي راقص. فيلم بيحكي عن بطريق كان زمان وهو في البيضه وقع من ابوه، فتسبب في تشوه في الجسم بتاعه، فطلع عنده عيب خلقي. فطبعا البلد دي كلها بتاعت البطاريق، اللي هو القطب الجنوبي بتاع البطاريق والقطب الشمالي ايضا، كانوا بيتمتعوا بالغنى، كلهم كانوا صوتهم حلوين وفي الرقص بتاعهم حلو. فهو الوحيد اللي كان العيب عنده ما كانش بيعرف يغني، لكن كان عنده ميزه واحده وهي الرقص. رجله كانت بترقص بطريقه رهيبه. الفيلم ده شتوي جدا بصراحه، حصل له مشاكل كتير، وابوه ما كانش عايزه بسبب ان هو ما بيعرفش يغني زي بقيه القبيله وزي بقيه عيلته، وان منسوب السمك قل في البلد بتاعته. فهو خرج وسابهم من البلد بتاعتهم عشان يدور حل للسمك ده انقرض ليه من مكانه. لكن بعد مرور الاوقات وبعد مرور السنين رجع وبقى اشهر حد في البلد كلها بالرقص بتاعه. فيلم هابي فيت فيلم يخطف قلبك من اول نظره. نيجي للفيلم رقم 8 الفار الطباخ. الفار الطباخ او خلطبيطه بالصلصه. فيلم نزل سنه 2007. الفيلم ده بيحكي عن قصه فار، هو القبيله بتاعته كانوا بيعيشوا في السقف بتاع البيوت. فطبعا واحده ست عجوزه شافتهم فضربتهم بالنار، فهربوا كلهم، ولكن الفار ده الوحيد اللي منهم ضاع. الفار ده كان كل اللي بيشغل باله هو حته الطبخ، كان بيحب حاجه اسمها طبخ، وكان اكتر حد بيحبه في العالم ده كله هو الشيف جوستو. هو الفار ده مشي في المجاري وهو مش عارف رايح فين، لما تاه من اهله لقى نفسه بقى في باريس. دخل مطعم ولقى في المطعم ده شيف اسمه لينجويني. لينجويني ده ما كانش يعرف اي حاجه في الطبخ، كان على الله حكايته. فالفار ده بدا يتصاحب عليه وبدا يعلمه ازاي يعمل الاكلات دي وازاي يظبط الدنيا دي. فالفار ده تاقلم وعاش تحت طاقيه الطبخ بتاعه لينجويني، وبدا يتحكم في شعره ان هو يحط الاكل ده ازاي ويعمل الاكل ده ازاي بالظبط، لحد ما جه في يوم من الايام ان المطعم كان هيتقفل على ايد الناقد انطوان. لكن كانت المفاجاه ان الفار ده عمل له خلطبيطه بالصلصه اللي كان هو بيحبها وهو صغير. طبعا الناقد ده انطوان حب الاكله بطريقه غبيه لما افتكر ذكرياته زمان، فادى المطعم تقييم عالي جدا. المطعم ما اتقفلش، وبقت افضل قصه تنشا بين طباخ وفار. العفانه دي. نيجي للفيلم رقم 9 وهو فيلم نيمو. فيلم نيمو نزل سنة 2003. الفيلم ده بدأ قصته بإن سمكة من سمك المهرج بعدت بيض كتير جدا، والأب كان المفروض يحميهم من أسماك القرش، لكن كل البيض ده اتاكل ما عدا سمكة واحدة وهي نيمو. طبعا الأب بعد ما مراته ماتت كان عايز يحافظ على نيمو ده بأي طريقة، كان بيروح مع المدرسة، كان بيروح معاه وهو بيلعب، كان بيروح معاه في كل حتة. فكان دايما يقول له يا ابني أنا ما عنديش أغلى منك عشان أحافظ عليه، لازم أكون حبسك عشان أحافظ عليه. لكن نيمو طبعا كان زهق من كلام أبوه وسابه ومشي لحد ما طلع مع السمك واتمسك. عاش نيمو في وسط المحيط، في وسط الاسماك وفي وسط اعماق المحيط، شاف الدنيا بحالها. وطبعا ابوه قعد مع السمكه دوري اللي معمول لها فيلم لوحدها، قعدوا طول الفيلم يدوروا على نيمو، وابوه ما يأس ولا لحظه ان هو يفقد الامل في ابنه، لحد ما في اخر الفيلم لقى ابنه نيمو ورجعوا لحياتهم الطبيعيه تاني. نيمو ده فيلم عالمي جدا والله. نيجي بقى الفيلم رقم 10 والاخير معانا في القائمه دي، وهو فيلم طرزان. فيلم طرزان نزل سنه 1999. طرزان ده كان عباره عن طفل صغير، هو ابوه وامه كانوا في رحله في المركب بتاعهم. فطبعا المركب بتاعتهم دي اتكسرت، فهم كان معاهم مركب صغير تاني رسيوا بيه على جزيره في البحر، بنوا حياتهم في الجزيره دي في البحر، لان هم الناس الوحيده اللي عاشوا من على المركب دي. طبعا جه عليهم نمر فقتل امه وقتل ابو طرزان،
ولكن طرزان كان محطوط جوه صندوق محدش عارف مكانه. تمر الايام وتيجي غوريلا من الغوريلات ان هي تفتح الصندوق لما تسمع صوت طفل بيعيط، فتلاقي الطفل جميل جدا وامور كده وكيوت، فتاخده تربيه. الغوريلا دي كان اسمها كالا، والله كانت بالنسبه لنا كلنا في ايام الطفوله. طبعا طرزان ده عاش معاهم وتربى معاهم لحد ما كبر، لكن كيشاك اللي هو الغوريلا اللي هم القائد الكبير للقبيله دي كلها ما كانش موافق ان واحد غريب ينضم ليهم حتى لو كان عايش معاهم طول الوقت ده. تيجي مواقف صعبه وكان طرزان هو اول واحد بينقذهم لحد ما تعرضوا للنمر ده كان هيموت كيشاك، لكن طرزان انقذهم وموته. طبعا طرزان قابل ناس من نفس الجنس بتاعه، كان من ضمنهم حبيبه عمره اللي هي جين، وكان القائد بتاعهم هو كلايتون. كانوا جايين في رحله بحثيه علميه عن الغوريلات، فطبعا يا عيني استغلوا طيبه قلب طرزان وراحوا للغوريلات، فغدروا بطرزان، لكن طرزان قام بالواجب مع كلايتون بصراحه وانقذ القبيله بتاعته. وفي اخر الفيلم كانت جين هتسافر تاني لانجلترا، لكن قالت لوالدها لا انا هفضل مع طرزان هنا في القبيله بتاعته في وسط الجزيره بتاعته، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. بس كده، فدي كانت افضل 10 افلام انيميشن شفناهم واحنا صغيرين، وده كان الجزء الاول منهم، فانتظروا الجزء الثاني ان شاء الله هعمل لكم منه الفتره الجايه. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك بقى وشير وسبسكرايب كده، واكتب لنا كومنت حلو، ولو انت عايز حاجه تانية تتعمل قول لي عليها وانا هعملها لكم. سلام.